هنعمل مع حضراتكم محشي الكرنب بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنطلعه بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده بطريقة سهلة وبسيطة. هنطلع معاكم أحلى محشي كرنب زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله. بعد ما قلبناه من الحلة الشكل ولا أروع من كده، الريحة طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من مطبخ نادر سليمان هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل محشي الكرنب بطريقه سهله جدا وبسيطه. اول حاجه هنعملها زي ما انتم شايفين، هنبدا نحضر الصلصه بتاعه المحشي. هنجيب بصله مع شويه الزيت زي ما انتم شايفينها كده، وهنبدا نشوح البصله في الزيت لحد ما تاخد اللون الذهبي زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنبدا ننزل بالثوم، حوالي 5 و6 فصوص ثوم يعني مقطعينهم كده قطع صغيره زي ما انتم شايفين. بنحطها بعد ما يبدا البصل ياخد اللون الذهبي، وهنبدا نقلبهم مع البصل زي كده. وبعد كده ان شاء الله هنبدأ ننزل بالصلصة بتاعتنا او بالطماطم اللي هي مضروبة في الخلاط او في الكبة بتاعتنا. هننزل بالطماطم زي ما حضراتكم شايفين، عصير الطماطم اهوت. طبعا هنبدأ عصير الطماطم ده يا جماعة بنبدأ اللي هي التسبيكة بتاعت المحشي، يعني بيسموها في البيوت هنسبك الصلصة. يعني عايزين الصلصة نسبكها ليها كده، هتبدأ تغلي لحد ما تتقل زي ما حضراتكم شايفين. نبدأ نحط عليها التوابل: فلفل اسمر، نص معلقة فلفل اسمر، ونص معلقة كمون، ونص معلقة كزبرة ناشفة، وبهارات محشي أو ال7 بهارات، نص معلقة برضو، ومعانا معلقة كبيرة ملح. زي ما حضرتك بتاع الصلصة، زي ما حضرتك دي البهارات اللي هي بتاعة المحشي اللي هم ال7 بهارات مع بعض. وهنبدأ نقلبهم في الصلصة بتاعتنا، وهنبدأ نسيبها تغلي على النار لحد ما تبدأ تتسبك كويس وتبدأ، لأن طبعا فيها مية زي ما حضراتكم شايفين. هنسيبها ونبدأ نحضر بقية المقادير بتاعتنا. طبعا ده الرز بتاعنا نقعينه في مية، وبعد كده شلناه وسيبناه لما ربطة كزبرة على ربطة شبت وربطة بقدونس متقطعين زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا دي الكرنب بتاعنا مسلوق ومتقطع زي ما حضراتكم شايفينه كده. ده كده طبعا كده الصلصه اتسبكت زي ما حضراتكم شايفين، طبعا خست النص زي ما انتم شايفين. هننزل بالصلصه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده ان شاء الله هننزل هما متقطعين، وهننزل بتلات اربع يعني فصين تلاتة كده توم مقطعينهم ناعمين خالص خالص خالص. هنحطهم برضو، دول بيعطوا طعم حلو جدا في المحشي، وبيخلوا له طعم كويس جدا. اللي انتوا شايفينهم دول 3 4 فصوص توم كده. دي طبعا اسرار المحشي يا جماعه، بتبقى لمسات صغيره كده بتعطي طعم حلو. فالحاجات الصغيره ديت احنا ان شاء الله بنعرفكم عليها. صلصه كويس يعني باينه فيها ازاي، والرز طبعا بعد ما قلبناه. ديت خلطه المحشي اللي احنا هنحطها في الورق بتاع الكرنب. هنبدأ نجيب الحلة اللي هنعمل فيها المحشي، وهنبدأ نجيب بصلة زي ما حضراتكم شايفين، هنقطعها طرنشات شرايح كده عشان ده هيتفرش في أرضية الحلة، عشان طبعا المحشي ما يا جماعة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وإن شاء الله هنطلع معاكم أحلى محشي كرنب بإذن الله، وطريقة لفه بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طماطمية برضو زي كده هنقطعها طرنشات مع البصلاية اللي احنا قطعناها، وهنفرشهم في أرضية الحلة زي كده. هنبدأ بعد كده عشان نبدأ نحشي محشي الكرنب، وهنعرفكم ازاي بنلفه بطريقة سهلة بسيطة. شوفوا الصبع عامل ازاي، الصبع رفيع، مش الصبع بقى الكبير بقى اللي شكله وحش، لا، صبع صغير كده وحلو سيمبل كده، يعني ما شاء الله. هنعرفكم ازاي بنلف. انا بجيب البلانشة زي كده، وببدأ اجيب افرد الورق زي كده، وبجيب المحشي الخلطة بتاعت المحشي بحطها. ما تبقاش كتير طبعا يا جماعة، عشان الرز بيكبر لما بيستوي، بيكبر الضعف. هبدأ الفها زي كده، هبدأ احط الطرف زي كده، وهبدأ اشد بحيث ان انا افضي اي هواء فيها زي كده، وهبدأ بايدي تحت ايدي كده، وهبدأ اسحبها بايدي لقدام زي كده. شوفوا اللفة سهلة جدا وبسيطة، الصابع بسم الله ما شاء الله ملفوف بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل معاكم كام صابع برضو كده عشان تشوفوا اللفة. طبعا الكرنب يا جماعة زي ما انتم عارفين بيبقى اخضر على ابيض زي ما انتم شايفين الالوان بتاعته كده. الورقة متقطعة، وهبدأ اجيب الرز احط اللي هو الخلطة، وهبدأ الف طبعا بطريقة سهلة وبسيطة خالص. ببدأ اشد بس كده، اشد اطلع منها الهواء، واعملها اول لفة كده، وابدأ اسحبها بايدي لقدام زي كده. ما شاء الله الصابع بيطلع شكله يا جماعة ولا اروع، وطريقة سهلة. لا بلف على ايدي بقى، ولا الشغل الحريم اللي هو بيبقى صعب شوية كده لهم طريقة معينة كده في اللف، لا ده طريقة سهلة وبسيطة. ممكن الواحد يعني يحشي كده. خلصنا المحشي بتاعنا يا جماعة، ملينا الحلة اهو.
طبعا الحله متبقاش مليانه على اخرها خالص يا جماعه، يبقى برضو تلتين الحله بس، عشان خاطر الرز لما بيكبر بيملى الحله. زي ما حضراتكم شايفين طبعا احنا معانا شوربه، كنا عاملين طبعا بط، ودي شوربه البط بتاعتنا. طبعا احنا عاملين المحشي من بالليل يا جماعه، كنا حاطينه في التلاجة، فطبعا سخنا الشوربه الاول قبل ما نحطها على المحشي زي ما حضراتكم شايفين كده، وبدأنا نسقي ضخها شويه كده، بحيث ان زي ما حضراتكم شايفين كده بنضخها كده وبنلفها، بحيث ان الشوربه تنزل في الأرضية، تنزل طبعا للمحشي من تحت، بحيث إن هو كله يبقى واصل له شوربة، بحيث إن هو كله يبقى مستوي، ما يبقاش فيه حاجة حاصة يعني. بعد ما بنهزه بعد كده بنبدأ إن برضه نزود شوربة لحد ما نوصل للكمية المناسبة للمحشي زي ما حضراتكم شايفين كده. بدأنا نغطي وش المحشي بالشوربة زي ما حضراتكم شايفين، دي شوربة بط يا جماعة. طبعا أحلى حاجة للمحشي شوربة البط، تبقى بسم الله ما شاء الله حاجة يعني طعمها جميل جدا. ونبدأ نسوي على النار. اول طبعا تحط على النار عادي لغايه ما نعلي لغايه ما الشوربه تنشف زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده بيستوي المحشي. شوفوا يا جماعه شايفين شكله بعد ما استوي، حاجه بسم الله ما شاء الله، ولا اروع من كده الشكل السوا. طبعا لا معجن ولا حاجه، وحاجه بسم الله ما شاء الله تحفه يا جماعه، تحفه. بسم الله ما شاء الله المحشي طالع طبعا بعد ما احنا قلبناه من الحله، شايفين شكله عامل ازاي من تحت، مستوي، لا في حاجه معجنه ولا في اي حاجه، شايفين الحله من تحت. ده مطرح البصل اللي احنا حطيناه يا جماعه. المحشي طالع بسم الله ما شاء الله، محشي كما قال الكتاب. اهم حاجه يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل الجديد باذن الله. وطبعا ان شاء الله هنعمل لكم حاجات حلوه كتير باذن الله. طبعا شايفين المحشي يا جماعه، شكل المحشي بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا. طبعا احنا عاملين البط، وكان الشوربة بتاعة البط عملنا بها المحشي. لو عجبكم الفيديو متنسوناش من اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.